سان سكرين بلانكي كيدز بخلاصه الكاموميل. هو فيه فلاتر حمايه هاديه جدا على البشره، مناسبه للاطفال. انا شخصيا بستعمله برضو، وفي ناس كتير استعملته. فانا جايه النهارده اقول لكم ايه رايي في السان سكرين ده، وهل هو فعلا بيحمينا من اشعه الشمس، وهل هو مناسب للبشره الدهنيه والمختلطه ولا لا. تابع معايا. بلانكي سان سكرين هو سعره 120 150، بينزل عليه عروض كتيره، بس بصراحه انا كنت جايباه ب 120، كان عليه عرض من حوالي شهر او شهر ونص. حجمه 120 مللي، فهو كميته كبيره قوي ما شاء الله. استخدمته كتير، بستخدمه في اوقات معينه، يعني مش انا عاملاه. السان سكرين بتاعي اللي بستخدمه كل يوم بشكل يومي. بس هنشوف الاول الفورمولا بتاعته عامله ازاي، وهيكون شكله ازاي على البشره. هو قوامه كريمي. انا هوزعها دلوقتي الكميه اللي انا فعلا بوزعها وانا بره لما بتعرض للشمس يعني وكده. قوامه خفيف جدا على فكره، وريحته حلوه. هو ما فيهوش عطر بمعنى عطر يعني، بس حاسه ان هو فيه ممكن تكون دي ريحه المكونات نفسها للسان سكرين. بصوا انتوا اول ما بتطبقوها تحس ان هو عامل وايت كاست فظيعه كده زي ما انتوا شايفينها. انا بعمل ايه بقى؟ بستنى طبعا ان هو يهدى شويه، شويه كده 30 ثانيه، علشان او الجو يعني يحاول ان هو يساعدني على الدمج بتاعه، لان هو قوامه مائي قوي مش فلويد. بس بحس ان هو قاعدته ميه يعني، ما فيهوش دهون، مش حاسه ان هو حاجه دهنيه بطبقها على البشره. بالنسبه لمكوناته انا هسيبها لكم في الوصف او هظهرها لكم دلوقتي على الشاشه. هو فيه فلاتر حمايه عامه، وبيحمينا من اشعه الشمس اليو في اي واليو في بي طبعا 50 بلس. هو مكتوب كمان عليه ان هو ضد الميه. خلاص كده فات وقت، هبتدي بقى ان انا ادمجه. هو عموما دمجه على الجسم اسهل بصراحه من دمجه على البشره. بارد. عارفين بقى نوع السان سكرين اللي بيديكي احساس بارد او كولينج كده على البشره؟ هو ده. حتى لو انت خارجه بره الجو يكون حار، بتحسي برضو بشرتك فيها بروده كده غريبه، مش عارفه بصراحه ايه سببها. ده شكله يعني انا لسه خلاص مخلصه دمج، بعد شويه شكله بيهدى على البشره. عايزه اقول لك برده ملحوظه مهمه جدا. انت لو مطبقه قبليه مرطب تقيل على البشره هيقعد يفرول معاكي وهيضايقك قوي. فانت الافضل يا اما تستخدمي سيروم فيتامين سي ويكون مائي قبليه، او يا اما ما تحطيش قبليه حاجه. لو بصوا بقى اللي بيحصل بالظبط، ان انا بعد ما بخرج بتعرض طبعا للشمس، بلبس الكاب نظاره الشمس بتاعتي. هو بطبيعته مش بيعرق، بس انا بعرق طبعا لو الجو حار، فتلاقيني بعرق، ودايما بعرق من هنا. فهو بيعمل زي طبقه جيريه بس مش واضحه قوي. هو مائي، فلما بيجي عليه شويه ميه او عرق بحس ان هو برده من النوع اللي هو بيتشال. ما هي كده الميه هتغسل الميه، فهو كده هيتشال من على بشرتي ومش هستفيد منه. فهو كمصيف انا مش بحبذه قوي بصراحه. في كمان ملاحظه تانية ما عجبتنيش قوي، ان هو بيسمر يعني. درجه حمايته بالنسبه لحمايه من الاسمرار وكده ما حسيتهاش ان هي قويه قوي. لو انت جربتيه او جربتيه على اطفالك، يا ريت تكتبي لنا برده تجربتك عشان كلنا نستفيد. انتوا في قناه بالمختصر المفيد مع دانا، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا عشان كل جديد بالمختصر المفيد مع دانا يوصلكم باستمرار. مع السلامه.